السلام عليكم. يوم 25/6 عملت لكم فيديو عن خريطة صفقات الزمالك أو اللعيبة القريبة من الزمالك، وقلت لكم من ضمن اللعيبة دي هو حارس المرمى المهدي سليمان. مش عارف أنا مزول نفسي، مش عارف لابس اسود ولا لابس أبيض، أنا مزولة كبيرة قوي. تعالوا نسمع أنا قلت إيه ساعتها. ان المهدي سليمان وقع لجون ادوارد. المهدي سليمان وقع لجون ادوارد. حراس مصر كلمتي المشهوره، حراس مصر كلهم شبه بعض. وجهه نظر الجون اللي مختلف شويه عنهم هو مصطفى شوبير، متاسس صح وراجل حارس امكانياته كويسه. الباقي كله شبه بعض. يقال وفقا لاخبار كده ان الزمالك او جون ادوارد حصل على توقيع المهدي سليمان. ده صح ولا لا الله اعلم. قالوا قبل كده ابو جبل وقالوا أشيل صورتي بقى عشان المزاولات. طب مهدي سليمان حارس مرمى فري، صفقة انتقال، كنت قلت كده كمان في اللايف الخميس اللي فات الناس اللي كانت معايا. صفقة انتقال حر فري، مش تدفع فلوس. مهدي سليمان عنده 38 سنة. هل مهدي سليمان كاريره أو مسيرته تخليه يلعب في الزمالك؟ استحالة، استحالة. مهدي سليمان ما اثبتش نفسه الا زمان خالص. كان بيلعب فين؟ يعني في بيراميدز على الدكه، يعني ما لعبش كتير وتعرض لاصابات كتير في مسيرته، لكن حارس مرمى امكانياته مش اعلى حاجه، يعني مش من اعلى الحراس اللي الواحد اتفرج عليهم في الدوري المصري. تعاقدنا معاه ليه؟ ما حدش عارف سبب تعاقد الزمالك معاه ايه، الا ان هو يكون حارس ثالث كتدعيم للزمالك فري، ويلا نجيب عندنا صبحي وعوادي ويبقى عندنا المهدي سليمان. قلت لكم قبل كده ان الشناوي هيطلع اعاره، او يكون في سبب تاني ان واحد من الاثنين اللي قدامنا في الصوره ده هيطلع اعاره، هيطلع بيع، هيدخل في صفقه تبادليه. في كلام ان بيراميدز عايز صبحي مقابل بوب ومحمود صابر، في كلام كبير على كده. فانت هتجيب مهدي سليمان 38. انا السن ده ما موضوع السن ده عادي بالنسبه لي، كمان في حراسه المرمى عادي جدا. لكن مهدي سليمان 38 سنه، عواد معادي 30، هتمشي صبحي ولا هتطلع عواد هو اللي يطلع في صفقه تبادليه، ولا انت جايب الثلاثه يكونوا موجودين في الزمالك؟ الموضوع مش مفهوم قوي، ولكن ده اللي بيتردد دلوقتي، ان فعلا مهدي سليمان خلص كل حاجه مع الزمالك وصفقه جديده لنادي الزمالك. انت خلصت شريف لاعب فاركو، خلصت المهدي سليمان، بتحاول تنهي موضوع حامد حمدان، لسه الموضوع مش 100% برضو. بتحاول تخلص في احمد ربيع لاعب البنك الاهلي، ولسه الامور مش 100%. فهي دي صفقات الزمالك حتى الان. بكرر مره تانية، المحليين كلهم شبه بعض. انا ما يفرقش معايا المحليين خالص، انا يفرق معايا الاجانب. 4 اجانب مع محمود بن تاج، مش هغلب لحد اخر يوم في الانتقالات ان انا اقول كده. لكن صفقه مهدي سليمان لا تعليق. بالتوفيق له، ربنا يوفقه مع الزمالك. ليه مني كل الدعم، والله ليه مني كل الدعم طالما بقى لعيب رسمي في نادي الزمالك. زي ما قلت لكم الزمالك داخل في محمود صابر بقوه. بيراميدز ما عندوش مشكله انه يبيع محمود صابر، على فكره هو ملوش مكان وخلاص، والناس مش مقتنعه ان هو يكون موجود، فما عندهمش مشكله. لكن هيحاولوا يستفادوا اكبر استفاده من محمود صابر. هيطلع باقصى استفاده ممكنه من محمود صابر. ايه هي؟ ممكن ياخد جون من بتوعك اللي هو محمد صبحي. هو مش هياخد عواد بنسبه كبيره، هو عايز صبحي. فمحمود صابر مفيد، لكن برضه انا ما اضربش مركز واعدل مركز. اللعيب التاني اللي الزمالك عايزه محمد رضا بوبو. لمعلوماتك سيراميكا كليوباترا مقدم عرض تاريخي لمحمد رضا بوبو. محمد رضا بوبو متفق مع سيراميكا كليوباترا على كل حاجه، موقف كل حاجه على ايه؟ على عرض الزمالك. مستني الزمالك يقدم عرض قوي لبيراميدز ويروح. لكن هو مخلص كل حاجه مع سيراميكا، لكن لو الزمالك قدم له عرض قوي وقدم لبيراميدز عرض قوي، هو ممكن يكون موجود في الزمالك بشكل عادي. بيراميدز منفتح على اعاره او بيع محمد رضا بوبو ايضا. فسهل انك تخلص الموضوع من بيراميدز، الله اعلم سهل ولا لا، بس الاثنين اتقل من اي لعيبه كتير جدا موجوده في الدوري، بتتعب نفسك على الفاضي. قلت لكم برضه صوره احمد ربيع امبارح، وقلت لكم قريب من الزمالك، قريب كتير من الزمالك. في رتوش لسه بتخلص، حامد حمدان في رتوش لسه بتخلص. خلينا نشوف الامور هتمشي ازاي. بالمناسبه محمد عاطف لاعب الزمالك قريب جدا من طلائع الجيش. مهاب ياسر كان رايح بتروجيت، الامور وقفت. عنده عرض من مصري، عرض جديد من المصري، وعنده عرض من سموحه، وعنده عرض ايضا من طلائع الجيش، فلسه في كلام كتير. حسام اشرف عنده عرض من سموحه، عايزين 2.5 مليون، عايزين يدونا 2.5 مليون او 3 مليون، والزمالك عايز 8. فلسه في امور كتيره في الزمالك. خلينا نشوف الامور هتمشي ازاي. كل ما يبقى في مستجدات اكيد هنطلع نتكلم.